الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن آل بيته المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى سيدنا حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته ثم إلى روح سيدنا المهاجر اللهم البئس وصلي وفرعي من الله يولي درجات في الجنة يكسر مسباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى رسالنا أستاذنا عدن الفقيه مقدم محمد بن علي عليه وصوله وفرهم جميع سادتنا علي أبي عليه وصوله وفرهم ذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يؤلي درجات في الجنة ويكسر مسواتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا بركات أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك وإياك نستعين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا سفيان ما كان محل الأرواح ومن مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يولي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا بركات أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب راتب بالإرشاد ووصل البال والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وصولهم وفرهم أن الله يولي درجات في الجنة ويكسر مسواتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركات أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا ومشايخنا في الدين ذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين إلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم يكفينا ويوم شر الفتان والمهان والمضين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغدر أمتارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤلا على ما يرضي الله ورسوله
ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. فاتحة السلام. اللهم صل وسلم وسلم يا الله. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الحمد لله رب العالمين. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita mulai pembacaan Yasin ya kepada Rasulullah dan sahabat semuanya, daripada aulia ilah muslimin fil masyariq wal maghrib, aulia ilah yang ada di bilad ini, dan juga untuk orang tua kita bacakan daripada Yasin, dan kemudian khususan kita membaca kepada Sahibul Hal Habib Abu Bakar bin Husain Balbagih di Kudianjung. الفاتحة ويسين لحضرة سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قليل وضر سيدنا ساداتنا أبي بكر وعمر رضوان وعلي مكتوب صحة المسلمين وسائل الله أهل القساء البدل وحن أهل باقي الشباك الزمبر الفرد لا إله إلا الله المرسل سيدنا حمد الله صلى الله عليه وسلم البن قدام محمد بن علي وعليه سيدنا محمد وعلى الدبيلة ثم إلى مقدم ثاني الشيخ عبد الرحمن السقاف، ثم إلى الأقطاب شيخ محمد مضاك وصاقر محمد مولاي محمد من جمل الله وسد المعلى وشم والشمس ومحي النفوس حبيب الله كان عدل وكرني وإخواني، ثم إلى الله بن الشيخ الأكبر الله بن الوصال الله بن الأصغار عمد بن عين بكل شيء من شاب من الفقر وجشاب وكل شاب كان مسالم وثم الأنفاس، ثم إلى عمر بن الرحمن البلاد حبيب الله بن الحداد، ثم إلى أحمد بن سلمة الحبشي، ثم إلى سبيل الصراط بن العدروس، ثم إلى عبد الله بن سلمة بن طاهر حبيب علي بن محمد الحبشي سيد مسلم الدرار سيدنا عالم صفية المحاكم ذو الرب بن الشاحن وجلين الشاحن بن عمر بن من الوان حبيب حسن سليم جلد سيما وادي، ثم إمام الشيخ سيدنا حنبلي ومالكي الشافعي وحنفي جميع الأولياء وصحابه شاء الله بن أحمد وصعود شاء الله من أديبائي، ثم إلى سبيل الخير أبو سليم الجزلي، ثم شيخ محمد بن سعيد البشري سيف البدع جميع الأولياء وصالح بن المشايخ غير أولياء إلا في هذا البلاد أولياء تسعة، ثم إلى حبيب حسين وقال عيد دروس والوداع، ثم حبيب بكر السقاف سيف بكرسي جميع الأولياء وصالح ثم أولياء إلا في أجا شيخ عبد الرب السنجري شيخ الله قناعان نقول قراد نقول بقينا في بكر عيد دروس ما يبقى الرحمن الحبشي، ثم إلى ثم إلى وقدع ثم الشيخ وكنعان، ثم إلى ذنكو حبي وادم الأولياء الصالحين ذنكو شيبان دقو ذنكو جل لم جبات ذنكو جل بدع وادم الله ذنكو دي بقيت، ثم إلى ذنكو دي موليد حبيب الله جميل الليل، ثم إلى حبيب حسين بن عبد الله العدروس صاحب
tunggu tenang wa jamil awliya salih wa hasan al-kafi busu thumma ila tunggu derbe tunggu di pasi wa jamil awliya salihin thumma tunggu tanu habe thumma ila jamil awliya salihin wa nawsuf yadil muhaqiqin ahli tariqah suf yadil muhaqiqin دركة الشبندي دركة الشطارية دركة حدادية ودركة خدارية بالله أولياء صالحين ثم إلى الحبيب أحمد بن علي دروس بن أبو جواد ثم إلى البدر المنير حبيب محمد جمل الله وجميع الأولياء صالحين من بارات كودي كندم ثم إلى سلسلة سبل الحال حبيب حسين بن حبيب أبو بكر بن حسين بالفقيه نقودي أنجو والشارفة زوجته شريفة فاطمة بنت عبد الرحمن نايديد ثم حبيب العادل وجمل الله حبيب كان من الثقافة حبيب الأكاريك وجميع الأولياء وصحابة في هذا المكان ثم مشاهير الكرام ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجننا مسلمين ومسلمات ومؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قاملون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله لا إله إلا الله، 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 لا إله لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، وبحمده سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، 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 نستغفر الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، نستغفر الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة الكرسي 3 سورة الإخلاص ومعاذتين لحضرة سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كلمة الراسين سردنا ويبكر عمراض معنا وعليهم الصحة وتنبيتهم أهل الكسال فلا محمد ومشبعك على زنبال لا يرضى المرسل سيدنا أحمد الله صلى الله عليه وسلم الفريق كنت محمد بن علي وعلى به ثم سنة على بن صفية المحاوي جنب الأولياء وصلى وشغل وأولى إلى بها هذا بلاد ثم السلطة عبد الله بن حداد ووصول وفور أهل سيدنا جميع الأولياء والصالحين في هذا المكان في هذا البلاد خصوصا سيف الحارة أبو بكر بن حسين والبقيه نقول يا جوك ثم إلى شريف حفيظ عبد الله محمد عبد الرحمن هيدين أبو حبيب بكر عبد الرجل الله وأبو بكر بن حسين سقاف وجميع الأولياء والصالحين ثم إلى أن الله في الله وصل الجنة برحمته ووالدنا من قصاف ووالدنا ووالدهم قصة وأمد المسلمين عمه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وفي نعمك به مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك فانك لا نثني ثناء عليك كما اثنيت نفسي ولك الحمد قبل رضا ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد اذا رضينا عنا دائما ابدا. اللهم صل على نور من عبدك وحبيبك سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه حقنا وحبه وكرمنا بقربه واجعلنا من الرفقاء يا رب العالمين. اللهم صل على نور المبين عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه حقنا بحبه وكرمنا بقربه واجعلنا من رفقائه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم صلاة تنجينا بها جميع الأهوال والآفات وتغفرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا صلاة من الحياة وبعد الممات. اللهم أعنا على ذكرك وشركك وحسن عبادتك يا الله ونعم الرحيم. أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك ومعصيتك وبعدك عما سواك. أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك ومعصيتك وبعدك عما سواك. أغننا بحلالك
حلالك عن حرامك من طاعتك ومعصيتك وفضلك عمن سواك اللهم تقبل توقع من القرآن العظيم وحلينا وقال لا إله إلا الله وسبحنا سبحان الله بحمده وصلينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك حالية وصيلة ورحمة نازلة وبركة شاملة والصدقة متقبلة نقدمها نوليها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قليب الراسلين سلاتنا وأبي بكر وعمر رضي الله عليه ومن الصلاة والسلام على سيدنا وعلى الكسال البلاد الحمد لله بشباكة على الزمن أهل الفلان لا إله إلا المشرق والمغارب سيدنا أحمد الله صلى الله عليه وسلم كنا محمد عليه وعلى به سيدنا على صفيات الحاكم ثم على سمة الكامل الله من الحداد وصولي وفر وحل السنة جميل أولياء وصالحين ثم على السنة محمود بسببه من سيف العالم تابعي وأبو بكر بن سنة فقير الشيخ فأبي تابعي تمر من عيد في العذروس حبيب الجميل آل بكر بن حسن سقاف جميل أولياء صالحين في هذا المشهد الكرام ثم أن الله في اللفظ الجنة برحمته ووالدنا ودين بخاصة مسلم وأمه أوصل الله ما ثواب ذلك منا إليهم والله بنا لنا وله من النار وبقاك لنا وله من النار وعيدك لنا وله من النار وسترا وعجابا لنا وله من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم واكرم نزولهم ووصيب وادخالهم بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كمن نقي الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وادخلهم الجنه اللهم انزل قبرهم روحا وريحان ونشوء وسرور من يومنا هذا الى يوم القيامه اللهم اجعل قبورهم روضة من الجنه اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنه اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنه الله اجمعنا واياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل اوليائك من النبي الصديق والشهداء والصالحين وحسنا الى رفيقا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجدنا ولأجدادنا ولمعلمنا ولمرشدنا ولآلنا ولقرباتنا ولإخواننا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وربا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسفى البرايا جاء وأوسى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير ما هي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلي القلب واعف عنفا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
وفق بالمعادي واصرف وردا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد نحل في إذنك الممنى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك العرفان. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ربك بنا خير خلقك أجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي وارض عن الصحابة. يا ربي وارض عن السللاء. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن المشايخ. يا ربي وارحم والدينا. يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي وارحم كل مسلم. محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك سيد الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء.
السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك أمير ربي السماء السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام على المقدم في الإمامة السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام على المتوج بالكرامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إنا بدأنا لك فتحا مبينا صلى الله ليغفر لك عليه الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله وينصرك عليه الله نصرا عزيزا صلى الله عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن الله وقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل يا وسلم أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه مع ذلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعش وأذهب رانا صلى الله عليه فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره عظم به مدنانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه مستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يقظانا صلى الله عليه وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خير قد خرجت من نكاح لإلهي صانا صلى الله عليه طهره الله حماه اختاره وما برك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. قال ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. جاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو إن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد طلع أتوانا صلى الله عليه. حتى أولاد ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه. وإكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من موت تقاصر عن عطاه رغانا صلى الله عليه. إلا يكرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نلنا المنى زاد العذاب وفى الهدى واتبع الجزى وعده والبشر أضحى مولانا
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. أمنت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وصرى إلى الابن المصانع عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك كف علم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالطور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته صلى الله عليه. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحوى علينا أن الأرض يرثها عباده الصالحون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نور المبين عبدك وحبيبك سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وحقنا بحبه وقمنا بقربه وجعلنا من رفقائه يا رب العالمين. أما بعد. Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat yang diberikan oleh Allah. Pada hari ini kita berkumpul dalam perkumpulan di hadapan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibur risalah, sayyidil mursalin, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama ketakdiman ikraman kami pada minal ulama al-habaib, tuan-tuan guru semua yang hadir di sini, wabil khusus ad-da'i ila Allah al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf yang telah datang ke sini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita, dan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan cahaya mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, hormat kami kepada para umara, para aparat pemerintah yang hadir di sini, pihak kepolisian atau yang lainnya, Pak Kecil, Tengku Imam, Tuhapet, PKM Masjid dan lain-lainnya. Dan kemudian daripada itu yang sangat kami hormati hadirin wal hadirat yang telah sampai di tempat ini, yang merupakan hakikatnya merupakan undangan daripada Al-Habib Abu Bakar bin Husain Balbagih Tengku Dianjo. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah bersusah payah, dan juga muslimin wal muslimat yang telah menginfakkan daripada hartanya dan tenaganya untuk acara ini. Demikian juga anak-anak kami dan adik-adik kami yang bersusah payah dalam beberapa hari sebelumnya, sehingga acara ini terlaksana. Dan puncaknya pada malam ini, dan tidak lain daripada usaha kita, kelelahan kita ini akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita menjadi berkhidmah kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita membacakan manaqib daripada sahibul hal Al-Habib Abu Bakar bin Husain Tengku Dianjung, yang wafatnya sebenarnya beliau adalah 14 Ramadan ya, 1996 Hijriah atau 23 Agustus 1782 Masehi, dan telah kita laksanakan pembacaan Yasin setiap 14 Ramadan di sini ba'dal asar.
Mari kita baca daripada manaqib beliau. Al-Habib Abu Bakar bin Husain bin Umar bin Abu Bakar bin Ahmad bin Abdul Rahman bin Faqih bin Muhammad bin Abdul Rahman Al-Ashqa bin Abdullah bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Shahid bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Al-Mirbat bin Ali Khaliq Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Abi Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib wa Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh mengenal beliau sebagai Tengku Dianjung, gelar yang diberikan karena kemuliaan amaliah beliau sehari-hari berdakwah dan membimbing masyarakat di anjungan atau serambi masjid yang di depan kita ini. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Lattas menyebutkan bahawa Al-Habib Abu Bakar juga bergelar seorang wali khutub yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi, salah seorang muhaddits Al-Musnid Ba'alawi, mencatat dalam kitabnya Iqdul Yawaqidil Jauhariyah, Al-Habib Abu Bakar bin Husain Bil-Faqih juga disebut dengan bergelar dengan Asy-Syaikh Sahibul Ahwal wal Maqamat Abu Bakar bin Husain Bil-Faqih Sahib Asy. Sahib Asy ini yaitu orang yang tinggal yang di Aceh. Sementara Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya Surabaya dalam kitabnya Al-Mawaib fi Syattal Fawaid mencatat dari gurunya Syekh Abdullah bin Umar Bagharib, Habib Abu Bakar juga disebut dengan Al-Habib Al-Imam Abu Bakar bin Husain Bil-Faqih Sahib Asy. Tengku Dianjung lahir di Tarim di antara tahun 1130 sampai dengan 1140 Hijriah dan belajar kepada seorang yang paling alim di masanya, yaitu Alamatud Dunya Al-Habib Syekh Rahman bin Syekh Abdullah Bil-Faqih, salah seorang murid terkemuka beliau, yaitu Sayyidul Ratib Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Al-Habib Abu Bakar Tengku Dianjung dan rekan-rekannya Habib Abu Bakar ketika belajar dari Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih antara lain Habib Abdullah bin Alwi Bil-Faqih, Al-Habib Aidrus bin Abdurrahman Bil-Faqih, Habib Segaf bin Muhammad Al-Segaf yang bergelar Qadiyul Islam, Habib Ahmad bin Husain Al-Haddad, cucunya Imam Al-Haddad. Jadi beliau selasa cucunya Imam Haddad. Al-Habib Ali bin Syekh bin Muhammad Sahib Syihabuddin. Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Idrus. Ahmad bin Sahal Maulad Dawilah yang bergelar Imam Al-Latif. Sanad keilmuan dan amalan Habib Abu Bakar Tengku Dianjung bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui guru dan kakek-kakek beliau. Demikian juga sanad tersebut tidak terputus melainkan sampai kepada kita melalui murid beliau, di antaranya sebagai tercatat dalam kitab Iqdul Yawaqidil Jauhariyah, keponakan beliau yaitu Habib Husain bin Abdullah Bil-Faqih yang diturunkan kepada Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi, selanjutnya kepada Habib Ali Al-Habsyi bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar yang terkenal, sehingga sampailah kepada kita melalui guru kita dan para habaib, juga guru-guru dan sekalian, baik di Aceh maupun di Jawa, di Indonesia maupun di Yaman, Mekah dan Madinah. Tengku Dianjung datang ke Aceh diperkirakan tahun 1158 Hijriah atau 1745 Masehi dan tahun 1160 Hijriah atau 1747 Masehi pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Jawansyah. Sebelumnya Habib Abu Bakar melaksanakan ibadah haji dan ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan rekannya, yaitu Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri pada tahun 1157 Hijriah atau 1744 Masehi. Ketikanya sepakat mengamalkan isi kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali selama tinggal di kota Madinah. Dan dengan
izin Allah mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terjaga yaqadatan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Habib Abdurrahman Al-Idrus ke Mesir. Beliau tiba di sana lebih kurang 6 bulan. Kemudian pada tahun 1158 Hijriah ya, atau 1755 Masehi serta wafat di sana pada tahun 1192 Hijriah atau 1978 Masehi. Al-Habib Syekh Al-Jufri, teman beliau, diperintahkan ke Malabar Hindia, tiba di sana sekitar tahun 1159 Hijriah atau 1756 Masehi. Beliau meninggal di kota Galikut pada 1222 Hijriah atau 1808 Masehi. Sementara Al-Habib Abu Bakar Al-Imamuna Al-Habib Abu Bakar Bil-Faqih diperintahkan untuk datang ke Aceh, wilayah paling barat dari Pulau Nusantara. Menurut Habib Umar bin Hafid, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Habib Abu Bakar meliputi 3 hal, yaitu berdakwah agama Islam kepada masyarakat non-muslim, membimbing umat yang telah beragama Islam, dan membantu menghalau makar-makar orang-orang kafir yang hendak menjajah wilayah umat Islam di Nusantara. Selama di Aceh, Habib Abu Bakar berdakwah ke beberapa tempat dan mewakafkan tanah yang dihadiahkan kepada beliau untuk kepentingan agama dan masyarakat. Tercatat wakaf Habib Abu Bakar Tengku Dianjung tidak hanya ada di Kecamatan Kutaraja Banda Aceh, tapi juga di Kenire, yaitu Sikli Kabupaten Pidi. Habib juga memberikan nasihat dan saran bagi Sultan Aceh, salah satunya membantu Sultan Aceh dalam melunasi jebakan hutang dari kerajaan Inggris. Dan Habib Abu Bakar juga menggenyar di Masjid Tengku Dianjung. Meski tidak ditemukan catatan tentang orang-orang yang menjadi murid Habib selama di Aceh, tapi secara umum diketahui bahwa di tempat berdekatan dengan masjid dulunya ada asrama atau zawiyah yang menjadi tempat-tempat menetap sementara calon jamaah haji yang belajar manasik kepada Tengku Dianjung dan istri beliau, Hubabah Fatimah binti Said Abdurrahman Aidid, sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci dari pelabuhan Aceh. Pada masa inilah Aceh dikenal sebagai Selami Mekah. Nama desa Pelanggahan boleh jadi berasal dari kata persinggahan, karena menjadi persinggahan sementara daripada orang-orang yang hendak melaksanakan ibadah haji kala itu. Habib Abu Bakar meninggal dan dimakamkan di desa Pelanggahan di samping masjid beliau yang dibangun sekarang ini. Di sisi makam Tengku Dianjung juga dimakam istri beliau, Haja Isturi, yaitu Hubabah Fatimah, yang haulnya diperingati pada 8 Rajab. Dan beliau tidak mempunyai anak, tidak mempunyai keturunan. Meski telah lama wafat, keramah dan ajaran Habib Abu Bakar Tengku Dianjung tetap hidup dirasakan oleh masyarakat sekitarnya maupun para ulama dan orang saleh di seluruh dunia. Misalnya pada peristiwa tsunami tahun 2024 yang makam dan masjid beliau insyaallah makamnya terjaga, masjidnya tapi rusak diterpang air dan digunyah. Ada banyak ulama dari dalam dan luar negeri yang datang langsung berziarah ke makam Tengku Dianjung atau berpesan kepada murid-muridnya apabila ke Aceh supaya tidak lupa berziarah, mengambil berkat daripada 2 makam di Aceh, yaitu Tengku Syah Kuala dan Tengku Habib Abu Bakar Tengku Dianjung. Saya Ratib untuk beliau Syekh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, Al-Habib Abu Bakar Tengku Dianjung, dan rekan-rekannya Habib Abu Bakar ketika belajar dari Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih antara. Sudah sepantasnya kita berterima kasih kepada Habib Abu Bakar, mengenang jasa dan ajaran beliau serta menjalankan haul beliau yang diisi dengan berbagai macam ketaatan, kesolehan seperti yang terjadi pada hari ini. Ya, bersedekah, membaca Al-Quran, silaturahmi, zikir dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar bin Umar bin Yahya dalam kitabnya Al-Mawahib fi Syattal Fawaid mencatat salah satu amalan salawat Habib Abu Bakar Tengku Dianjung yang diriwayatkan oleh Syekh Abdullah bin Umar Bagharib yang faedahnya Abu Bakar Tengku Dianjung bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui guru dan setiap hari Jumat, yaitu amalan Wuro Jumat, ya. Ada peninggalan beliau. Berikut
Salawat Abu Bakar bin Husain bil bagi niku dianjung. Allahumma salli ala nuri dzati wa sirri sari sirruhu fi jamil asma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad, cahaya dari segala sesuatu dan sir daripada segala sesuatu. Sirnya terdapat dalam setiap asma dan sifat, juga kepada keluarga dan sahabat beliau serta salam sejahtera. Demikianlah daripada manaqib singkat mengenai Abu Bakar bin Husain Balbagi. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mari sama-sama kita dengarkan daripada tausiah maudah hasanah, daripada nasihat daripada guru kita Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, yang beliau ini ya sejak kecilnya sudah dibawa oleh abahnya ya. Saya datang sana sudah ada beliau itu, masih ya Husain lebih kecil lagi, adiknya beliau ya, aku ya lebih kecil lagi, malah mungkin baliknya di sana. Bagaimana orang tuanya mempersiapkan anaknya kecil-kecil pada saat itu sudah berada di Tarim bersama Habib Umar. Ya sekarang alhamdulillah kita ambil manfaat ilmu-ilmu yang beliau belajar di sana, insyaallah diberkati Allah Subhanahu wa taala. Maka kami persilakan kepada Al Habib Ahmad, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi yastafi min ibadihi kama yasha bima yasha. Ashhadu annahu Allahu alladhi la ilaha illa hu wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa ilayhi yurja'ul amru kulluh. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأمة السراج المنير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيننا وبينه الحجاب وتدخلنا بهما عليه من أوسع باب وتسقينا بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, para asatidz, para guru, dan juga segenap daripada para habaib, para dzurriyyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sahibul fadilah akhina fillah Al-Da'i ilallah Al-Habib Abdul Haris hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa atala Allah umrahu fi sahatin wa afiyah, dan segenap daripada hadirin yang hadir di tempat ini dan hadirat juga. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan semua dosa-dosa kita, dan Allah jadikan keberkahan daripada Al-Habib Abu Bakar bin Husain Balbagi kembali kepada kita semua, sehingga kita semua bisa mengikuti jejak beliau di dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Alhamdulillah di mana kita dikumpulkan oleh Allah di malam hari ini mengenang salah satu mutiara, salah satu orang pilihan, salah satu orang yang dikomandangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, yaitu Al-Habib Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Abu Bakar bin Husain Balbagi. Nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi, amin ya rabbal alamin. Beliau yang kita hadir dan kita telah mendengarkan daripada manaqib beliau, kehidupan beliau. Tidaklah beliau menjadi mulia seperti ini, tidaklah beliau menjadi orang pilihan dan orang yang dicinta oleh Allah dan diperlihatkan kecintaan Allah kepadanya, kecuali karena mereka mengikuti daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti daripada jejak
daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti Rasul bukan begitu saja, tetapi dari menimba ilmu. Mereka menimba ilmu daripada para alim ulama, para asatidz, para aulia, para aqtab. Disebutkan tadi dalam kitab Al-Manaqib bahwa beliau mengambil ilmu, menimba ilmu. Di mana beliau di zaman, karena beliau lahir di kota Tarim, Al-Balfaqih, sampai sekarang masih ada mereka. Masyhur dengan ilmu mereka, masyhur dengan ulamanya mereka. Beliau menimba ilmu daripada salah satu guru beliau dan juga masih kerabat beliau, Al-Habib Al-Allamah, Allamatud Dunya, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih ini seorang yang dari semenjak kecil beliau menimba ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal matan-matan ilmiah yang begitu luas ilmunya. Beliau di usia di bawah daripada 20 tahun sudah diizinkan untuk berfatwa, sudah diizinkan untuk mengajar, sudah diizinkan oleh ayah beliau untuk memberikan faedah kepada orang-orang di sekitarnya. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih yang beliau Al-Habib Bakar menimba ilmu kepadanya, salah satu murid daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahibul ratib. Silsilah, sambung dari wali ke wali, dari alim ke alim, dari kutub ke kutub. Dengan silsilah semacam ini, dengan ikatan erat dengan para ulama as-salihin, al-awliya, al-adqiya, mereka menjadi seperti itu. Mereka menjadi ulama, mereka menjadi orang-orang besar yang menyebarkan ilmu di seluruh penjuru dunia. Apa yang membawa Al-Habib Abu Bakar pergi ke Indonesia ini, ke negeri ini? Apakah karena ingin harta duniawi? Apakah beliau menginginkan itu? Apakah beliau ketika berada di Indonesia ini, di Aceh ini, beliau itu mengumpulkan harta untuk pribadi beliau? Tidak. Yang beliau lakukan adalah menyebarkan agama Islam, menyebarkan kebaikan, menyebarkan adab-adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tujuan sama sekali untuk dunia. Walaupun di sebagian catatan sejarah mereka mengatakan yang datang adalah para pedagang. Betul, mereka datang membawa dagangan bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk tidak meminta-minta dari orang-orang. Untuk melakukan sabab-musabab yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuan utama mereka adalah menyebarkan agama Islam. Kalau tidak seperti itu tujuan mereka, kita tidak akan melihat Islam tersebar di negeri Indonesia semacam ini. Islam begitu kokohnya di negeri Islam ini, di negeri Indonesia ini. Kita melihatnya, memangnya para pedagang orang Arab saja, orang-orang dari Hadramut saja. Banyak pedagang yang lain, ada yang dari Cina, ada yang dari ini, ada yang dari itu. Apakah mereka menyebarkan agama? Tidak. Karena tujuannya memang harta, tujuannya kekuasaan. Tetapi orang-orang yang datang dari negeri sana, mereka melalui tarbiyah, melalui pendidikan dan didikan para ulama salihin, para aulia. Sebagaimana kita mendengar, beliau Al-Habib Abu Bakar ketika berada di kota Madinah, beliau pergi dari kota Tarim dengan para teman-temannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemanan yang luar biasa. Mana pertemanan yang semacam ini di zaman kita? Teman sekarang, teman main game. Teman sekarang, teman main bola. Teman sekarang, teman sekolah. Teman sekarang, ya yang suka ngajak traktir dan teman-teman yang seperti itu. Tapi teman mereka ini, contoh yang kita ambil daripada sahibul haul ini, yang kita peringati haulnya dan managibnya. Al-Habib Abu Bakar memiliki dua teman dekat. Al-Habib Mustafa Al-Aidarus dan Al-Habib Syekh Al-Jufri. Dan beliau orang yang ketiganya. Lihat kesepakatan mereka, lihat niat tulus mereka ingin menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka tinggal di kota Madinah beberapa waktu tersebut, mereka bingung. Mereka ingin mengerjakan sesuatu yang membuat Rasulullah bangga. Lihat bagaimana niat mereka. Apa yang kita niatkan sekarang? Apakah pernah kita mengatakan pada diri kita, saya ingin melakukan suatu perbuatan yang membuat Rasulullah bangga dengan saya. Rasulullah gembira dengan perbuatan saya. Beliau dengan para sahabat-sahabatnya. Sahabat di jalan Allah, sahabat yang saling mendukung di jalan Allah. Para ulama, mereka bukan orang-orang sembarangan. Mereka Allama, Al-Habib Mustafa Al-Aidarus sampai sekarang dikenang oleh orang-orang Mesir. Kuburannya di sana diketahui di Mesir. Di dekat daripada maqam Sayyidatuna Zainab. Diketahui kuburannya.
Dan beliau punya muallafat, mengarang daripada kitab-kitab yang begitu banyak, mensyarahkan beberapa syarah daripada abiyat qasidah dan yang lainnya, Al-Habib Mustafa Al-Aidarus dan juga Al-Habib Syekh Al-Jufri yang beliau berdakwah di negeri India. Mereka sepakat, mereka duduk bersama, bukan sepakat untuk bisnis, bukan sepakat untuk main, bukan sepakat untuk hal-hal yang sia-sia. Mereka sepakat untuk mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali. Bukan kitab Ihya Ulumuddin, bukan kitab Minhajul Abidin, bukan kitab Al-Arba'in fil Usuluddin. Imam Ghazali punya kitab tasawuf begitu banyak. Tapi kata mereka, enggak usah terlalu muluk-muluk kita. Ihya Ulumuddin kitab yang besar. Kita telah membacanya tahu, tapi yuk kita sepakati. Kita dengan tulus, dengan satu tangan, dengan satu niatan mengamalkan seluruh apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau dilihat dari sisi ukuran, kitab Bidayatul Hidayah sangatlah kecil, gampang. Kalau seseorang baca terjemahannya mungkin 2-3 hari selesai hatam. Bukan kitab besar. Tetapi mengamalkan dalam kitab Bidayatul Hidayah adalah suatu keistimewaan, adalah suatu langkah hebat yang mereka lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, sehingga keberkahan daripada amalan tersebut ketika mereka mengamalkan semuanya. Di dalamnya ada adab ketika bangun tidur, adab ketika mau tidur, adab ketika berpakaian, adab ketika pergi ke masjid, adab ketika masuk ke dalam masjid, adab-adab yang diajarkan di situ dalam adab Islamiyah. Kemudian juga ada setelahnya menjaga diri dari maksiat yang zahir maupun yang batin, maksiat hati maupun maksiat zahir anggota tubuh. Kemudian bagaimana caranya kita bermuamalat, as-suhbah, kepada guru, kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman, diajarkan di situ dalam kitab dan ungkapan yang sangat singkat oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Mereka mengamalkannya, ya, mempraktekkannya, menghayatinya, sehingga cahaya daripada kitab tersebut dan amalan tersebut kembali kepada mereka semua. Mereka semua mendapatkan cahaya sehingga kita dengar. Dan bukan hal yang mustahil Allah Subhanahu wa taala memberikan hal-hal tersebut kepada para orang-orang yang Allah cintai, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian orang yang tidak memahami makna karamah, tidak memahami makna daripada hal-hal semacam itu pemberian Allah, bingung ketika dia dengar, oh, ketemu dengan Nabi Muhammad yaqadatan, secara terjaga. Dengarkan, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara yaqadah itu bisa saja sesuatu yang masih dalam ranah jaiz aklian. Boleh secara akal untuk seseorang bisa untuk berjumpa dengan seseorang yang sudah meninggal walaupun dia dalam keadaan tidak tidur. Kalau mimpi mungkin semuanya tahu dah. Mimpi dengan Nabi, bahkan hadisnya ada, man ra'ani fil manam fa sayarani fil yaqadah. Tetapi biar tahu bahwa mimpi Nabi atau melihat kepada Nabi bahkan yaqadah ada dalilnya. Bukan cuma dalil aklinya, tapi dalil naqli pun ada. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah. Siapa orang yang melihatku ketika aku dalam mimpinya, dalam riwayat, faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Benar-benar dia telah melihat kepadaku dan nanti dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Betul, para ulama berbeda pendapat. Oh, terjaga di sini maksudnya nanti ketika dia meninggal dunia ketemu dengan Nabi Muhammad. Kata para ulama membantah ucapan ini, kalau ini dia mimpi nggak mimpi, semua orang juga bakal ketemu Nabi Muhammad SAW kalau di hari kiamat. Semua orang bakal ketemu. Apa keistimewaannya? Tidak ada nilai plusnya dari mana? Tetapi para ulama mengatakan hadis ini secara zahirnya menyatakan bahwa orang akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam yaqadah. Aqalluha qubaila mautihi. Minimalnya sebelum meninggalnya. Dan ini babnya bab karamah. Kita nggak perlu susah payah untuk memahaminya karena hal sesuatu yang bisa saja terjadi, bisa dilihat. Bukankah ya para sahabat bisa melihat sosok Jibril alaihissalam padahal dia malaikat? Nabi bilangnya Nabi Muhammad Nabi, ya, walaupun dalam kitab-kitab ahli tauhid atau pembahasan ilmu tauhid mereka mengatakan kullu ma jaza an yakuna
mu'jizatan li nabi yajuzu an yakuna karamatan li wali. Setiap sesuatu yang mukjizat kepada seorang nabi kecuali yang khusus seperti wahyu dan yang lainnya, semua yang sifatnya karamah seperti menghidupkan yang mati seperti Nabi Isa alaihissalam atau menyembuhkan orang yang sakit, itu mukjizat. Bisa saja Allah berikan kepada umat, kepada orang biasa, sebabnya adalah bab karamah. Maka hal semacam ini, bagi orang yang mengingkari hal tersebut, lihat karamahnya Allah pertunjukkan, Allah perlihatkan. Bagi orang-orang yang mengingkari tentang karamah, tidak mempercayai hal tersebut, lihat warga Aceh semuanya tahu tentang karamah beliau. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian tsunami tahun 2004. Ketika kami masih berada di Kota Tarim, baru berada di Kota Tarim di sana, masih belajar, mendengar kabar tersebut terjadinya tsunami besar. Ternyata makom ini tidak rusak. Kira-kira siapa yang jagain di sini? Ada mesin apa di sini jagain? Hah? Apa yang membuatnya terjaga? Walaupun Allah Subhanahu wa taala bisa saja mau dia makom wali, makom saleh, bisa aja hancur, nggak apa-apa. Di sisi Allah nggak kurang tuh derajat seorang wali. Ketika misalnya makomnya rusak atau semacamnya. Tetapi Allah sepertinya ingin memberitahukan kepada antum semua, wahai penduduk yang ada di sini, bahkan seluruh dunia, untuk tahu bahwa ketika Allah memilih seseorang, bisa saja Allah menjaga orang tersebut daripada makomnya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk daripada karamah seorang waliullah. Sampai tidak hancur padahal bangunannya biasa-biasa saja. Sebelah-sebelahnya banyak bangunan yang kokoh, banyak bangunan yang hebat, banyak bangunan yang lebih kuat, hancur. Tetapi makom beliau terjaga. Kenapa? Allah ingin menunjukkan, nih salah satu kekasihku. Kalian ketahui, kalian fahami, kalian ikuti. Dan bukanlah maksud Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita salah satu kekasihnya berarti untuk kita menyembahnya. Waliyadzubillah, enggak ada yang di sini yang menyembah beliau. Ada yang di sini menyembah beliau? Enggak ada. Tahu bahwa beliau ya sama kayak kita manusia, tetapi pilihan Allah, manusia yang dimuliakan oleh Allah, enggak ada yang nyembah. Enggak ada yang menyanjung berlebihan, enggak. Ini seorang wali, kita yakini karamahnya. Kita yakini kewaliannya dan kesolehannya. Kita mengharapkan keberkahannya yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan dengan berkatnya beliau. Itu saja. Dan hal tersebut jaiz, boleh di dalam syariat kita. Dan kita lihat ketika beliau terpilih seperti ini, beliau menyebarkan Islam di negeri ini dan juga mengokohkan Islam bagi orang-orang yang belajar, bagi orang-orang yang muslimin. Bahkan di dalam suatu manaqibnya pun disebutkan bahwa di sini beliau membuat suatu tempat untuk persinggahan orang-orang yang ingin pergi haji, karena titik terakhir orang dari Nusantara pergi ke haji dari Aceh. Titik terakhirnya setelah dikumpulkan dari semua wilayah, dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, mereka kumpul, titik terakhirnya adalah di Aceh. Karena pinggirannya sudah, setelah itu mereka pergi ke daerah yang atasnya. Dari sini beliau membuat suatu tempat untuk pembelajaran agama, pembelajaran manasikul hajj. Pembelajaran haji, biar orang pergi ke sana jangan sampai tidak tahu tata caranya. Bagaimana dia beribadah di sana, bagaimana menunaikan hajinya, bagaimana dia tawafnya, bagaimana sa'inya. Itu yang mereka sebarkan, itu yang mereka ajarkan. Karena mereka tidak punya misi kecuali apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Misi mereka apa? Misinya Rasulullah SAW. Mereka mewarisi Nabi Muhammad SAW. Dimanapun mereka singgah, dimanapun mereka tinggal, yang mereka ajarkan syariatnya Nabi Muhammad. Yang mereka sebarkan syariatnya Rasulullah SAW. Diajarkan di masyarakat sini, diberitahukan Islam. Beliau nggak perlu sanjungan-sanjungan orang. Tidak mengharapkan sanjungan siapapun, tidak mengharapkan kasih sayang dari siapapun, tetapi Allah jadikan orang-orang cinta kepada beliau karena mereka mewarisi Nabi Muhammad. Dan juga kebaikan hati orang-orang di Nusantara ini yang luar biasa, sehingga ada sesuatu kesinkronan. Yang ini baik, yang ini asal muasal mereka, hati mereka baik. Ketika dia datang dengan kebaikan, disambut dengan kebaikan. Karena memang dasarnya orang-orang baik, menyambut dengan kebaikan. Sehingga mereka mewakafkan tanahnya, ini buat Habib, ini buat Habib. Kalau sekarang jadi miliarder, jadi orang konglomerat,
Mana miliardernya? Mana konglomerat? Apa yang dibuat? Kasih buat orang. Ini, buat maslahat umat. Kenapa? Karena mereka tidak ada tujuan duniawi. Tujuan mereka adalah ukhrawi. Tujuan mereka untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun beliau? 200 tahun lebih dari wafatnya beliau. Ya, sampai zaman sekarang diingat kembali, dikenang kembali. Dan berapa banyak orang yang datang ke tempat ini, hatinya masih keras, jadi luluh. Hatinya masih menyimpang, jadi lurus. Hatinya masih jauh, jadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Perkumpulan yang dirahmati oleh Allah. Perkumpulan yang di dalamnya Allah turunkan inayahnya, hidayahnya, petunjuknya. Di dalam perkumpulan semacam ini Allah Subhanahu wa taala melantik orang-orang, merubah keadaan. Yang tadinya berpaling, pikirannya hanya dunia saja, berpaling menjadi pemikiran yang ingin akhirat. Yang tadinya anak-anaknya pengennya dididik untuk menjadi insinyur atau menjadi dokter atau yang lainnya, berubah keinginannya ingin menjadi alim ulama, ingin menjadi penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin salah satu pesan yang ingin saya sampaikan, dan ini nasihat untuk pribadi saya, dan kita akan sampaikan nasihat untuk semua yang hadir di sini. Kita tahu salah satu kisah termasyhur, memang beliau untuk secara tulisan manaqib di kitab-kitab, karena beliau musafir jauh di Aceh, tidak ada yang mendata tentang beliau, tidak ada yang menulis tentang beliau. Mungkin di zaman beliau ada yang menuliskan, tetapi mungkin tulisan tersebut sudah dimakan dengan usia dan tahun, Allahu alam apakah dan di mana tulisan-tulisan tersebut. Tetapi tercatat nama beliau, diketahui keadaan beliau dan kisah yang masyhur yang tadi kita dengarkan, bahwa beliau adalah salah satu orang yang bersahabat, kemudian mereka berniat untuk mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Sekarang kita pesan untuk saya dan antum semua. Siapa dari kita sudah ngaji Bidayatul Hidayah? Kitab nggak gede, kecil. Bisa nggak kita niatkan dari majelis ini, dari malam ini, pulang dari ini, saya mau ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Kalau bisa engkau mengaji kepada seorang guru yang memiliki sanad, yang memiliki keilmuan, mumpuni, engkau akan dapatkan banyak ulama di sini. Ngaji kitab Bidayah, beli kitabnya, saya pengen ngaji sampai hatam di tangan seorang guru dengan niat untuk mengamalkan. Kira-kira susah gak begitu? Amalinya gak langsung semuanya, sedikit-sedikit. Sambil dibaca, sambil direnungi, sambil diamalkan. Sambil dibaca, sambil direnungi, sambil diamalkan. Kira-kira ini beban gak buat kita? Harusnya gak jadi beban, enggak. Harusnya ini jadi tekad bulat untuk kita. Untuk meraih keberkahan, hal ini, keberkahan kita ambil sesuatu yang memang bisa menjadi faedah untuk kita masing-masing. Di rumah kita, di keluarga kita. Dan lihatlah, siapa saja yang berniat dan bertekad untuk mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, untuk mempelajarinya, meresapinya, dan mengamalkannya, dia akan melihat perubahan hebat dan drastis dalam kehidupannya. Berubah cara muamalatnya dia sama Allah. Berubah ketika cara sholat dia akan berubah. Pandangan dia terhadap dunia akan berubah. Karena kitab Bidayatul Hidayah bukan kitab sembarangan. Kitab memang Bidayatul Hidayah. Awal daripada petunjuk. Awal daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita keluar dari majelis ini terus kita bawa tekad, ya Allah saya mau untuk mempelajari, untuk mengamalkan apa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tahun depan kita kumpul lagi di tempat ini dalam keadaan yang sudah berbeda. Dalam keadaan hati yang berbeda, dalam keadaan ilmu yang berbeda, dalam keadaan hubungan kita dengan Allah dalam keadaan yang berbeda. Kenapa? Ada sesuatu yang kita amalkan, ada sesuatu bekal yang kita bawa. Maka itu ma'asyiral hadirin, berapa banyak orang sekarang sudah hatam, bahasa saya hatam untuk film, berapa banyak? Kalau ditanya nih setiap orang nih, anak muda aja, udah berapa film dihabisin? Ya, 100 film, 500 film, satu film berapa jam? 2 jam, sejam setengah, berarti udah ngabisin berapa jam? Kalau dihitung jadi banyak loh. Itu kitab Bidayatul Hidayah kalau di ngajiin gak mungkin gak segitu banyaknya.
Enggak sebanyak itu. Tetapi mana dari kita yang punya semangat seperti itu? Kebanyakan dari kita himmahnya, semangatnya dalam hal-hal duniawi. Himmahnya, semangatnya dalam hal-hal yang sia-sia. Anak-anak muda sekarang apa yang mereka pikirkan? Kebanyakan pemikirannya untuk main game, pemikirannya untuk pacaran, pikirannya untuk hal-hal yang sia-sia, pikirannya hal-hal yang tidak ada guna, itu pikiran mereka. Mana orang-orang yang pikirannya untuk mengamalkan seperti kitab Bidayatul Hidayah, yang hatinya terisi dengan karya-karya ulama yang hebat seperti karya daripada beliau Imam Al-Ghazali atau karya Al-Imam Qutbud Da'wati wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita orang-orang yang hadir di majlis-majlis semacam ini, saya yakin banyak dari antum juga sudah hadir di majlis tersebut. Mungkin banyak dari antum juga sudah membaca kitab Bidayatul Hidayah. Tapi yang dimaksud di sini membacanya dan mengamalkannya. Membacanya dan berusaha untuk mengamalkannya. Agar apa? Kita keluar dari haul ini bawa perubahan. Bukan cuma datang, hadir rame-rame, berkahnya dapat insyaAllah. Kebaikannya dapat insyaAllah. Tetapi kurang karena tekad yang kurang kuat. Kita niatkan. Karena kalau udah niat di tempat yang mulia, biasanya Allah kabulkan. Kalau udah Allah kabulkan, Allah sempurnakan. Kalau sudah Allah sempurnakan, Allah buat perubahan yang luar biasa. Sehingga kita bisa juga ikut dalam kategori orang yang dicintai seperti sebagaimana Al-Habib Abu Bakar. Orang yang dicinta sama Allah, jangan tanya bagaimana Allah akan memperlakukannya. Kalau di dunia aja kita lihat karomah beliau dijaga dari kejadian yang hebat, yang dahsyat itu, Allah jaga kuburannya. Bagaimana keadaannya nanti di yaumil mahsyar? Bagaimana keadaan di yaumil mahsyar kalau sudah orang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah akan siksa dia? Allah Subhanahu wa taala akan susahkan dia? Lah. Bahkan mereka akan masuk dalam golongan yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Mereka orang-orang yang sudah kami tetapkan mendapatkan sorgaku, orang-orang yang dicinta oleh Allah. Ulaika anha mub'adun. Mereka darinya, dari apa? Dari seramnya hari kiamat. Dari besarnya kejadian hari kiamat, mereka dijauhkan daripada semua kesulitan tersebut. Ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka tidak mendengarkan suaranya. Hasisaha, suara dari jauh dari api neraka mereka enggak dengar. Sedangkan api neraka itu bisa didengar suaranya dari jarak sekian kilometer, terdengar suaranya. Idza ra'atu min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Terdengar dan ada suara kobarannya terdengar oleh orang-orang dari jarak sekian kilo. Tapi mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang dicinta oleh Allah, ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha. Terus keadaan mereka bagaimana? Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka kekal abadi dalam tempat yang mereka inginkan. Semua keinginan-keinginan mereka dikasih dan mereka abadi. Wahum la yasma'una hasisa wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faza'ul akbar. Mereka tidak akan rasa takut atau sedih di dalam kejadian di hari kiamat. Kalau orang di hari kiamat pada lari, orang di hari kiamat pada kabur, orang di hari kiamat gak mau ketemu istri, gak ketemu anak, lari semuanya. Kecuali mereka. Mereka gak lari. Mereka tidak takut, mereka tidak sedih, berada di tempat yang aman. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikah. Bahkan malaikat menyambut mereka. Disambut oleh malaikat, dibikin tenang. Kalian jangan takut. Hada yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ini hari kalian yang kalian dijanjikan untuk hari ini. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah. Kami adalah para sahabat kalian atau penolong kalian atau yang akan menemani kalian di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Ini semua Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang beriman dalam ayat yang lain disebutkan, orang-orang yang beriman
Alladzina qalu rabbuna Allah, mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dalam jalan tersebut. Apa yang terjadi kepada mereka? Ini orang-orang yang dicinta. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka para malaikat. Para ahli tafsir mengatakan turun ketika mereka akan naza', ketika akan meninggal, turun malaikat. Jadi setan gak datang dah. Setan gak bisa membisik-bisikkan sesuatu yang membuat hatinya goncang. Kenapa? Yang datang malaikat. Dan memberikan kabar-kabar gembira, jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir. Kalian akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang sudah dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kita berusaha jalan seperti jalan mereka. Kita hadir haul malam ini, kita berniat. Ayo, setiap orang beli kitab Bidayatul Hidayah. Jangan gak punya. Yang gak bisa ngaji dengan bahasa Arab, bahasa Indonesianya beli. Terjemahnya ada, kitabnya ada. Harganya gak nyampe sejutaan. Gak nyampe. Bahkan mungkin gak nyampe 100.000. Kitab kecil, tidak terlalu besar ukurannya. Tapi kita amalkan. Kita niatkan. Kita bawa bekal. Kalau kita sudah bisa mengamalkannya, kita jadikan anak-anak kita mengamalkannya. Jangan kasih kebanggaan kepada anak kecuali katakan kalau engkau sudah membaca Bidayatul Hidayah, menghafalkan doa-doanya, mengamalkannya, baru engkau jadi anak hebat. Kalau orang tua sekarang gimana pikirannya? Kalau anaknya bisa lulus sekolah, kalau anaknya punya nilai tinggi, baru anak hebat. Iya, orang tua sekarang. Atau sebagian kalau anaknya bisa jago main, anak hebat. Sebagian anaknya bisa nari, dianggap hebat. Oh ini anaknya punya seni. Bukan seperti itu. Orang yang menginginkan kedekatan kepada Allah, jadikan salah satu pacuannya adalah kitab ini. Dalam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan bahwa kita Sada Ba'alawi, kebanyakan para ulama kita tidak memberikan imamah kepada anaknya, mengizinkan pakai imamah kecuali mereka sudah mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Ngaji Bidayatul Hidayah, hafalin zikir-zikirnya, diamalkan sebisa mungkin, sudah kelihatan nih bekas berarti dia sudah mengamalkan, baru dikasih imamah. Dijazahkan boleh pakai imamah. Maksudnya seperti itu. Tapi walaupun gak semuanya seperti itu, tetapi mereka jadikan ini sebagai simbol bahwa engkau mulailah di jalan kebaikan. Mulailah di jalan yang tulus, yang murni, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada Al-Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang bisa mengamalkan apa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Allah gerakkan hati kita, Allah kuatkan hati kita untuk bisa istiqamah di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal akramin wa arhamar rahimin. Engkaulah yang mengumpulkan kami dalam majlis ini, dalam maqam, di sekitar daripada maqam Al-Habib Al-Arif Billah, salah satu orang yang engkau cintai, salah satu orang yang engkau muliakan. Maka ya Allah, kami tidaklah berkumpul di malam hari ini kecuali tanda cinta kami kepada wali daripada walimu ya Allah. Maka jadikan kami semua orang-orang yang engkau cintai ya Allah. Ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang kami sengaja atau kami tidak sengaja, yang kami ketahui maupun tidak kami ketahui ya Allah. Janganlah kami keluar dari tempat ini atau pulang kecuali kami telah engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Telah engkau rubah keadaan kami ya Allah. Kami mengeluhkan keadaan umat Islam yang mana kebanyakan dari umat Islam berpaling dari jalan Nabi Muhammad. Mereka tidak tahu tentang jalannya Nabi Muhammad, tidak tahu tentang adab-adabnya Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keberkahan daripada majlis ini engkau turunkan hidayah kepada umat Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan taubatmu kepada yang bermaksiat. Orang-orang yang masih meninggalkan salat, Allah beri taubat kepada mereka semua. Orang-orang yang masih melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, Allah berikan hidayah kepada mereka semua. Ya Allah, pandanglah kepada kami dan keluarga kami ya Allah. Kami ingin bersama Nabi Muhammad, kami ingin bersama para kekasih-kekasihmu seperti Al-Habib Abu Bakar Balfaqih wa ghairuhum minal awliya. Ya Allah, jadikan kami bersama mereka fid dunya wal akhirah. Jangan pisahkan kami dengan mereka. Tidaklah kami hadir di tempat ini kecuali tanda kami cinta kepada mereka, maka gabungkan kami bersama mereka ya Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad telah mengatakan bahwa nanti di yaumil qiyamah seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai ya Allah.
sebagai bukti mereka semua cinta kepadamu dan kepada auliamu, kumpulkan kami semua bersama para wali-walimu ya Allah. Kumpulkan kami semua bersama para kekasihmu ya Allah. Jangan sampai kami engkau kumpulkan dengan orang-orang yang fasik, dengan orang-orang yang jauh, dengan orang-orang ahli maksiat. Wal'iyadzubillah ya Rab. Ketika hari tersebut datang, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Jangan pisahkan kami dengan para kekasihmu ya Allah. Selamatkan kami di yaumil qiyamah. Dan ketika Nabi Muhammad membagikan daripada air telaganya, jadikan kami semua meminum dari telaga Nabi Muhammad. Ya Allah, ketika Nabi Muhammad melewati jembatan Sirat dengan para awliya salihin yang mana mereka berjalan lebih cepat daripada kilat, jadikan kami semua ya Allah melewati jembatan Sirat yang di atas api neraka dengan lebih cepat daripada kilat ya Allah. Ketika Nabi Muhammad mengetuk pintu sorga, ketika tidak diizinkan dibuka pintu sorga kecuali dengan Nabi Muhammad dan umatnya terlebih dahulu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang masuk bersama rombongan pertama Nabi Muhammad. Jadikan kami orang-orang yang masuk bersama rombongan pertamanya Nabi Muhammad. Izinkan kami dalam keadaan yang mulia tersebut ya Allah. Jangan engkau jauhkan kami ya Allah. Kami tidak ada yang sanggup untuk masuk ke dalam api neraka-Mu ya Allah. Sesaat saja tidak sanggup, semenit tidak sanggup, api neraka, api dunia kami tidak sanggup, apalagi api neraka-Mu ya Allah. Kami yakin bahwa api tersebut api yang sangat dahsyat, api yang sangat mengerikan, api yang kami tidak akan tahan. Maka jangan masukkan kami dan keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai ke dalam api neraka ya Allah. Selamatkan kami semua, selamatkan keluarga kami semua. Masukkan kami dalam rombongan pertamanya Nabi Muhammad bersama para kekasih-Mu ya Allah. La tahrimna khaira ma indak li syarri ma indana, fadlan wa ihsana, wujudan wa amtinana ya akramal akramin wa arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سيدنا النبي 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 الحبيب أبو بكر بالفقه حبيب النبي الحبيب أبو بكر بالفقه حبيب النبي سيدنا 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 النبي الحبيب أبو بكر بالفقه حبيب النبي
وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد شهدنا عظيم على صوت القلوب أدواج الأسجانا والله قد أثنى عليه ويستوي قول منا ويكون ثنانا لكن حبا في سرار الغنال ولصفد ربنا وحدانا ومسددنا من ورثونا الفوائد فقرنا ورجانا للواحد الأحد علي إلينا وتوسل إيمان الله دعانا مختاري وحبيبي واستمع زين الزين الوجود به له حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أوصل لنا الأعوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا إن خطانا واسلك بنا بنجد المصطفى ذنب على قدم الحبيب خطانا أرنا فضل منك تلتنا مدين في بجدنا نرضى درعانا واربط به بكل حال حبلنا وحبال من ودى ومن ولانا والمسلمين ومن نجب ردانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين والسيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجونا فاخلص لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طبيبك العظيم وكما كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن خدمنا عند الممات واوصي عن عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا
رضوانا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله وحرق الرؤوس وأغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. فيتقبل الدعاء وتقبل حاجتنا يا الله. سهل ويسر ما تعسر بزادك يا الله. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك أولياء وصالحين وبقار بن مسلم بارك أولياء في هذا المكان يا مجيب يا حي يا قيوم أحي قلوبنا بمعرفتك يا الله يا الله يا الله يا الله. عز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم على كلمة المسلمين. اللهم اشف من شر المسلمين. ثبت أقربنا فانصرنا على القوم المشركين. ثبت أقربنا فانصرنا على القوم المنافقين. ثبت أقربنا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله. اللهم شتم شملهم وفارج جملهم وقل عدم جعلنا في الغابرين يا مجيب خير أرحم الراحمين يا الله. احفظنا وأولادنا احفظ أسراتنا وأولادنا وإحفظنا أسرارنا وأولادنا وبناتنا وإخواننا وأصحابنا وشبابنا من شر الزمان من شر أهل الزمان من الشياطين والجن والإنس والكائن يا مجيب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. اشف مرضانا اشف مرضى أمهاتنا وجماعاتنا وإخواننا يا الله. خصوصا أم شريفة مهني بنت حسن المهدلي وشريفة بنت أحمد الإدروس شريفة مهران بنت وردان المهدلي مارياني بنت محمد يوسف أن الله يشفي مرضاهم وشفاء عاجلا واجمع لنا وجعلنا ويرفع درجاتهم واجعلنا ولهم من أهل الصبار يا الله يا أرحم الراحمين. هل هذه الصالحين نويناكم من الشر الكرام وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم يا الله يا رب. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Untuk penutup daripada acara kita ya kan, sebagian belum ziarah ya, Habib Ahmad juga belum ziarah, jadi kita ziarah bersama-sama menghadap ke makam. Nanti kita baca daripada Salamullah ya Sadah sama-sama. Nanti kita minta beliau membacakan ya, nah Fatihahnya ada doanya. Mari. Nah, jadi kita lakukan terakhir karena ada sebagian belum sempat berziarah. Mari kita berdiri sama-sama. Salamullah ya Sadah minar Rahman ya Syakum. Ibadallah jinakum qasarnakum talabnakum. وإننا تغيثنا بهمتكم وجارواكم وعبنا وعطنا عطاياكم هداياكم ولقرض مظني فحاشكم وحاشكم سعدنا إذا أتيناكم وفزنا حين زرناكم أحسن الله مزايا من مزاياكم أحسن الله رحمة داشنا وداشكم سلام الله يكون وعين الله ترعاكم صلى الله مولانا وسلم أتيناكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم فاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته
وجميع أهل بيته ثم إلى روح سيدنا سيدنا المهاجر اللهم عيسى والسيد العظم الفقيه المقدم بن محمد بن علي بعلي وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا وخصوصا سيدنا عبد الرحمن السقاف سيدنا عمر المحضار أبو بكر السكران سيدنا عبد الله بن أبو بكر العيدروس عبد الله أبو بكر بن عبد الله العيدروس ثم إلى روح سيدنا شهاب الدين الأكبر سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم وأصولهم وفروعهم سيدنا حسين الشيخ بن سالم سيدنا عمر بن عبد الرحمن العطاس سيدنا قطب الإرشاد وعبد الله بن علي والحداد وأصولهم وفروعهم والحبيب أحمد بن زين الحبشي عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه وغيرهم وخصوصا صاحب الحضر والمقام الحبيب أبو بكر بن حسين بالفقيه وأصحابه وخصوصا الحبيب مصطفى العيدروس الحبيب شيخ الجفري وغيرهم من أموات المسلمين أن الله ويروح الشريفة فاطمة بنت عبد الرحمن عيديد وأصولهم وفروعهم أن الله سبحانه وتعالى يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة وجميع أولياء الله في غامض أيم الله في يوم أموات المسلمين خصوصا الشهداء الذين توفوا في سونامي أتشه وغيرهم أن الله سبحانه وتعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم وضاعف حسناتهم ويجعل هذه الزيارة من أبرك الزيارات علينا ويفتح علينا وعليكم جميعا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من العلماء العاملين وبارك لنا في هذه الزيارات وبارك لنا في هذه الاجتماعات وأن الله سبحانه وتعالى يعيد علينا عوائدها ويجعلها يا رب سببا للعناية سببا للهداية سببا لصلاح الأحوال سببا لصلاح الأمور وأن الله سبحانه وتعالى يتولانا في جميع الأمور أن الله سبحانه وتعالى بنية الفرج العاجل للأمة المحمدية خصوصا أخواننا أصحاب أخواننا في غزة أن الله سبحانه وتعالى ينصرهم على أعدائهم نصرا مؤزرا يا أرحم الراحمين على هذه النية كلها صالحة كما أسلافنا الصالحون وكما شيخنا الحبيب عمر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita duduk lagi. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين
عليه وعلى